هاي، ليه في بوسز بيتمسحوا من ذاكرتي بعد ما اخلص لعبة؟ انا شايف ان اكتر حاجة بتدي بوس فايت قيمته هي تميزه، فلو نسخت البوس مثلا هيفقد كتير من القيمة دي، ولو ملتوش حقه من ناحية قصة او جيم بلاي او صعوبة برضه بيفقد قيمته زيادة. يعني هو في بوسز من عفانهم تفتكرهم غصب عنك زي البير اوف كيس من دارك سولز 1 او الرويال رات اتروتي من دارك سولز 2. فروسخ. العكس أكيد موجود، ومش هخرج عن ألعاب السولز بما إني استخدمتها كمثال. في بوسز ما تنساهمش من جودتهم زي إيشن من سيكيرو أو سليف نايت جيل من دارك سولز 3. بس بعيدا عن زبالة البوسز وقمة البوسز، في حاجات في النص هي دي اللي أنا عايز أتكلم عنها. ليه في بوسز مستواهم ككل متوسط بس بعضهم تنساهم وبعضهم لأ؟ يعني إيه الحاجات اللي تخليني أفتكر بوس بعيدا عن متعة الجيم بلاي؟ ممكن عمرك ما تنسى بوس بسبب لحظة فيه أو جملة يقولها أو مشهد قبل البوس. دي كلها حاجات ملهاش علاقة بالجيم بلاي بس بتأثر جدا. على سبيل المثال عندك سيستر فريدا من دارك سولز 3، بدون منازع اللي يخلي البوس ده محدش يقدر ينساه هو الفيز التالت. اللحظة اللي فريدا فيها تقوم تجيب لك الرعب وانت في الاسكادة خلصانة أصلا وهم خلاص ادوك الجايزة بتاع النايت سلاب. ده شيء يخلي سيستر فريدا بوس ما يتنسيش. بس في العكس بالظبط، في بوسز ممكن يكونوا حلوين أو حتى ممتازين كبوسز بس يتنسوا بسهولة جدا. انا ما صعبتش ان ده ممكن اصلا غير بعد ما خلصت Elden Ring Shadow of the Earth 3. كنت كل ما افتكر البوسز ما افتكرش غير اليوم مشاهد الباقي انساهم. ريلانا، رومينا، البيوتريسنت نايت، كوماندر جايوس، ميتير، بيل، كلهم بنساهم لان مفهومش حاجه تخليني افتكرهم غير قتالهم. ما سابوش عليا اثر بربع جنيه. تعال ناخد رومينا وريلانا اللي انا شايفهم اكبر مشكله. ريلانا قتالها ممتاز، تقعد تتنطط في كل حته، والفيز التاني بالسيف النار والماجيك بتاعها قتال عظيم، قتال ممتاز. بس ده كل اللي انا اقدر اقوله عنها. رومينا نفس الموضوع بس اسوأ لانها بص مش ممتازة اصلا، فمفيش حاجة فيها تخليك تفتكرها. الاتنين دول فيهم نفس المشكلة دي، والباقيين فيهم المشكلة دي حتى لو بنسبة اقل، ما عدا انهم في نفس الدي ال سي عملوا بوس فايت بدون مشهد وبص مستوى متوسط مش ممتاز يعني بس ما يطلعش من راسي، اللي هو الشادو تري افاتار. ايوه بجد، وردة عباد الشمس دي يمكن أكتر بوس بفتكره من الدي ال سي كله. اشمعنى يعني؟ الوردة في البداية قتالها عادي بموسيقى عادية، بس بعد ما تقتلها مرتين وتخش الفيز التالت الموسيقى بتهدى، تتحول من دي إلى دي. والوردة تبدأ تنفجر وتقع على الأرض، تبطل تعمل حركات السحر بتاعت الفيز الأول والتاني، وتبدأ تندفع عليك أكتر. وعلى نهاية الفيز التالت بتفجر نفسها ورا بعض لحد ما خلاص مبقاش فيها روح. وردة عباد الشمس دي حسيتني بمشاعر بوسز المفروض انهم بشر ما خلونيش احس بيها. حاجة عظيمة بجد. اتمنى كانت الحاجة دي تحصل في باقي البوسز، كانت هتضيف لهم شخصية بس ما حصلتش. حاجة تانية تخليك تنسى البوسز هي الريسكنز، زي التلاتة اسالون ديمونز اللي في دارك سولز 1. تصدق اي بوس بعد اسمه كلمة ديمون ما عدا الديمون برنس كلهم بيترموا في اقرب سلة مهملات بعد القتال. اه، وحد فاكر إيلانا من دارك سولز 2؟ انا بجد نسيت انها موجودة قبل ما اعمل الفيديو ده. وات ذا فك. اصبر، دي بتتكلم من امتى والست دي عندها حوار؟ اظن ده اثبات كافي ان البوس ده منسي. في الاخر لازم اقول حاجة، انك تعمل بوس منسي احسن مليون مرة من انك تعمل بوس زبالة. وبس، شكرا على اي حد شاف ده، شكرا جدا لاي حد تواصل معايا وقال لي المشاكل ونقاط الضعف في الفيديوهات، بس محتاج بس ممارسة اكتر. انا اقدر جدا اي فيدباك في التعليقات، وشكرا جدا يعني، شكرا وبس. سلام.